وازيكم من ايه راديو كله بخير. النهارده جبت لكم تحديث جديد. تمام كده مبدئيا كده عشان تعرف تحمل النسخ بتاعتي لازم تتابع فيديو بسيب لك اللينك بتاعه في اول كومنت او في الوصف. تمام بتخش تتفرج وتعرف ازاي تحمل، غير كده هتفضل تايه مش هتعرف تحمل اي حاجه. تمام زي ما انت شايف النسخه بالشكل العظمه دوت. تمام طبعا كل نسخه لها سين حلو كده. النسخه دي فيها اضافات جميله جدا ولازم تتابع معايا عشان تعرفها، يا اما بقى انت تخش تكتشف بنفسك. تمام النسخه دي مبدئيا ضد التهنيج زي ما انت شايف، ده فيروس. الفيروس ده لوحده ما بتبعته مره واحده بيحرق الشات زي ما انت شايف. انا عندي بيخليه بيخش الشات بسرعه جدا. تمام ده ملف سرعه، اخر ملف سرعه نزلته فيه فيروزات تقيله جدا حرفيا. تمام طيب هسيب برضو ملف السرعه ده برضو في كومنت اما في الوصف. تمام وعندك هنا زي ما انت شايف النسخه بتجري في الفيروزات. تمام وحاطط لك زراير عظمه تخلي النسخه معاك بترمي الفيروزات بسرعه، تستقبل الفيروزات بسرعه، يعني تنفع لكل حاجه، للشيل كمان تنزل ستوري بسرعه. تمام طيب نخش كده على اضافات شواذ الكبير. عندك هنا اضافات شواذ الكبير، عندك هنا عرض قطع حساب، وعندك حظ رساله، كل حاجه مكتوب فيها شرح بتاعها. تمام طيب وعندك هنا المؤثرات السي دي. تمام عندك هنا في الحمايه الخصوصيه عكس الرسائل ومنع تعديل الرساله. منع تعديل الرساله دي اللي هو لو حد بعت لك رساله وجي يعدل عليها مش هيعرف، مجرد ما يعدل عليها هيجي لك ان هو بعت لك رساله تانية. تمام دي ميزه حلوه جدا ومن قليل اللي انت تلاقيها في النسخ، من قليل جدا حرفيا. تمام طب نرجع كده ونخش على شاشة الرئيسية، وعندك اضافات جميلة تأكيد قبل الرسالة للحالة. لو انت اصلا بتنزل صورة بالغلط قبل ما بتنزل بيقول لك انت متأكد ولا لا. تمام ودي الاشعار لو حد شاف حالتك. تمام وبتختار مكان الظهور بتاعك. عندك هنا فك قطع النت، هتلاقي زرار فك قطع النت، لو حد بعت لك قطع النت ما تهنكش منه، والزرار رمي بسرعة بحيث لو انت بترمي فريزات كتير يترمي معاك بسرعة جدا. تمام وعندك هنا بقى ايه زرارين، الغاء اسمه كونكت والغاء الكونكت نهائي. وعندك هنا 22 شكل تفكيك الريكورد، وقت الريكورد نفسه بتقدر تختار الوقت اللي انت عايزه. تمام طيب ومن اهم حاجه النسخه دي انا مخلي لك تمديد في اقوى يعني اكتر فتره ممكن. تمام ممكن مثلا تقعد معاك 5 6 شهور، ممكن مثلا تقعد معاك 4 شهور، فانا ممددها لاطول فتره ممكن. تمام طيب تعالى كده مثلا نخش على الشات واوريك الاضافات اللي جوه الشات ايه. اما تيجي تضغط مثلا كده على الرساله عندك تعديل الشات. تمام تعديل الشات ترجمه ونسخ، وعندك نسخ جزء. تمام عندك شير، وعندك ستارز مسج اللي هو تمييز المسج، وعندك فيو دي تشوف الحاجات اللي انت عامل لها تمييز، ودي فاك الرابط وديت تختار لغه الترجمه. تمام طيب عندك حاجه تاني مثلا لو جيت بعت كده مسج. تمام ودوس كده على الثلاث نقط دي تعمل الثلاث نقط اللي فوق بعض، عندك كلمة تثبيت وعندك كلمة تعديل، او لو حد مثلا عمل تعديل على الرسالة كده انت عامل منع تعديل الرسالة محدش عارف يعدل عليها. تمام طيب وعندك هنا تذكر فايل زي ما انت شايف، وعندك هنا تذكر عادي. تمام وعندك هنا بقى هنا حاجة اسمها لايف فيك شات او لايف فيك شات. تمام ايه اللايف فيك شات ده؟ تقدر تعمل الكلام اللي انت عايزه، مثلا ابعت رسالة كده اهو. تمام مثلا وادوس على مثلا السهم دوت، السهم اللي فوق ده. تمام كده هو اللي بعت، انا كده خليت هو اللي بعت لي الكلام اللي انا عايزه. تمام لا مثلا انا قلت مثلا ايه كده ودوس على السهم اللي تحت دوت، كده انا اعتبر برد عليه، يعني هو بعت لي انا برد عليه. طبعا الشخص ده مش هيجي له الكلام اللي بعمله. هو ده كده حاجه اسمها لايف فيك شات، بعمل شات بيني وبين اي حد بالكلام اللي انا عايزه. تمام نيجي كده مثلا بقى نلغيها كده، انا لغيتها. تمام عندك هنا فك البلوك، او زي ما انت شايف دي كده لو حد عمل لك بلوك تقدر تفك البلوك، وتقدر كمان تشوف الستوري بتاعه لو انت عامل له بلوك، يعني دي حاجه جامده جدا حرفيا. تمام نسخه فيها مميزات كتير جدا، ويعني حاجات كتيره جدا ممكن اكون انا نسيت اشرحها. فالنسخه بتاعتنا النهارده اهيت، ويا ريت تتابع الفيديو اللي سيبلك في الكومنت عشان تعرف تحمل النسخه ازاي. بس كده واشوفكم على خير باذن الله. النسخه اللي جايه برضه هتكون حاجه عظيمه جدا من الاخر باذن الله، بحضر لها وقربت اخلصها. اشوفكم على خير.